مع حركة الوطنية الساعية إلى التغيير والإصلاح. حضرتك قلت لي إن البرادعي أوقف قطار التوريث في رأيك. أنا أعتقد أنه أهم إنجازات البرادعي أمرين. الأمر الأول أنه أوقف قطار التوريث الذي كان يسير باندفاع كبيرة، لأنه طرح فكرة تغيير شروط الترشيح وطرح أسماء جديدة. النقطة الثانية أنه ألقى حجر في مياه النخبة المصرية الراكدة. النخبة المصرية كانت فقدت الأمل في إحداث أي إصلاح أو تغيير. الدكتور البرادعي جاء ليحيي هذا الأمل في وسط النخبة والقوى السياسية. أمل ولا وهم؟ لا، أمل. وأنا أعتقد أنه إذا أوقد الدكتور البرادعي شمعة أمل على كل النخبة وعلى القوى السياسية أن تحافظ على هذا النور. هذه الشمعة التي تسمى شمعة أمل أوجدت نور يمكن أن يضيء نفق مظلم كان المصريون يتصورون أنهم صائرون إليه لا محالة، وهو نفق مسدود ينتهي بعدم التغيير وعدم الإصلاح.